تخيل معايا، لولا القديس ده ما كناش عرفنا سير القديسين. ايه ازيكم؟ اتولد القديس يوليوس في مدينة أقفاص في القرن الثالث الميلادي، وكان غني جدا وليه مكانة كبيرة عند الرومان، لدرجة انه كان صديق شخصي لوالي اسكندرية. القديس يوليوس وهب حياته لخدمة الشهداء، وكان عنده حوالي 300 خادم بيعرفوا يكتبوا ويقروا، وكان بيبعتهم لمدن مصر كلها عشان يعرفوا أخبار الشهداء ويهتموا بأجسادهم. وبعد استشهادهم، بعد ما الخدام يرجعوا ويحكوا له اللي شافوه وسمعوه، كان يونس بيكتب القصص وبيوزعها على خدامه عشان ينسخوا منها نسخ كتير. وبكده حافظ الرب سير الشهداء وأجسادهم عن طريقه، وكان معروف بمحبة خاصة للفقراء والمساكين والأرامل، وبيخدم الكل بمحبة عظيمة. وفي يوم ظهر له ربنا في حلم وقال له: افرح يا خادم القديسين، الأكاليل مستنياك، روح لسمنود واشهد باسمي وهيؤمن ناس كتير بسببك. وبعد سنة ونص هتبطل لعبادة الأوثان وتتفتح الكنايس، وهيكون رئيس الملائكة ميخائيل معاك لحد ما تكمل جهادك وتاخد 3 أكاليل، واحد على صلواتك وأصوامك، والتاني على خدمتك للقديسين، والتالت على دمك اللي هيتسفك من أجلي. فراح يوليوس لسمنود ووقف قدام الوالي أركانيوس. الوالي عذبه عذابات كتير. الرب يسوع كان بيظهر وبيشفيه، وفي وقت التعذيب حصلت معجزات عظيمة خلت ناس كتير تؤمن بالمسيح. الوالي نفسه آمن بالمسيح ومعاه أهل بيته بعد ما شاف قوة الله مع يوليوس. وأخيرا أرسل القديس يوليوس وأهله وخدامه إلى والي أتريب، وهناك أمر الوالي بصلبه. لكن حتى بعد ما صلب أهين جسده، والرب أقاوم من الموت. وفي الآخر نال إكليل الشهادة هو وابنه تدرس وبعض من خدامه، واتبنت كنيسة على اسمه في اسكندرية، وتعيد الكنيسة القبطية في تذكار ليه يوم 22 توت. وبكده ختم القديس يوليوس الأقفاصي حياته، مش بس ككاتب سير الشهداء لكن كشهيد بينهم، ونال الإكليل السماوي. بركة صلاته وشفاعته فلتكن معنا جميعا. لو سمعت القصة للآخر اكتب كومنت: شفاعتك يا قديس يوليوس الأقفاصي.